السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في عيادة دكتور أحمد فاروق ميرا، جراحة الأوعية الدموية والأشعة الداخلية. النهاردة الحلقة الثانية. النهاردة هنتكلم على الدوالي. الدوالي من الحاجات المهمة جدا اللي الناس كتيرة بتشتكي منها وبتهم ناس كتير جدا، سواء سيدات أو شباب أو رجالة كبار أو حاجة. بس لازم نفرق كويس جدا بين الدوالي في الساقين ودوالي الخصية. النهاردة هندوالي الساقين، وإن شاء الله في حلقة قادمة هنتكلم عن دوالي الخصية. دوالي الساقين ودي بتصيب السيدات والرجاله. الدوالي هو مرض يصيب الاورده، والاورده بتاع الساقين بس، يعني ما يجيش عيان يلاقي فيه اورده ظاهره في ايديه يقول ان عندي دوالي في ايديا، مفيش حاجه اسمها كده. الدوالي دي بتصيب الاورده بتاع الساقين او الخصيه، وساعات في اوقات بتصيب اورده الحوض عند السيدات في بعض الحالات. طيب الدوالي الساقين بتنقسم لحاجات. ايه هي التعريف بتاع دوالي الساقين؟ دوالي الساقين هي اورده ظاهره موجودة في الساقين، بتختلف درجاتها حسب درجة نوع الأوردة دي، يا إما شعيرات عنكبوتية، يا إما أوردة ظاهرية visible veins، يا إما أوردة كبيرة عنكبوتية، يا إما أوردة تيوبولر خرطومية كبيرة. بعد كده بندخل في الدوالي المصاحبة بمضاعفات. تبتدي أول مضاعفات الدوالي بتصبغ في الجلد حوالين الأنكل بتاع القدمين. بعد التصبغ ممكن مع الهرش أو الاحتكاك أو ضر يحصل قرحة. بعد كده ممكن او دوالي نازفه. ايه اسباب الدوالي؟ ده يقول لك طب سببها ايه يا دكتور؟ هي ما فيش حاجه اسمها اسباب. الدوالي دي مرض بيجي نتيجه ان الانسان عنده قابليه انه يجي له دوالي، او انه عنده او وراثيه من باباه او من مامته. عوامل اساسيه وعوامل مساعده. طب ايه هي العوامل المساعده؟ اللي هي الوزن الزياده، الوقفه لفترات طويله، عدم الحركه، عدم لعب الرياضه، عدم ممارسه. عشان كده تلاقي ان الدوالي بتيجي اكتر في الكوافير، الحلاق، المكوجي، ضابط الشرطه، ضابط المرور، الناس اللي المدرسين، الناس اللي بتمارس مهنه تستلزم الوقوف لفترات طويله، وزائد ان طبيعه عملهم ما بتخليهمش يمارسوا رياضه عشان يقووا عضلات رجليهم اللي هي ليها دور اساسي في انها تزق الدم لفوق. المريض يجي يقول لك انا عندي دوالي يا فندم ورجلي بتوجعني جدا والم وتنميل وشكشكه ولسعه وزي صواريخ. لا، لازم نبقى عارفين الدوالي ما بتعملش اي نوع من انواع الالم غير نوعين، يا اما تورم يا اما تقل. يقول لك تلاقي رجلك ورمت، يا اما تلاقي رجلك تقول في تقل في رجلي. اي نوع من انواع الالم الاخرى لا غير مصاحبه للدوالي. ممكن تكون املاح، ممكن تكون التهابات، ممكن يكون عرق نسا، ممكن يكون التهاب في الاعصاب، ممكن يكون غضروف، ممكن يكون الف سبب، الا خشونه، ممكن يكون نقص كده، الا انها تكون الدوالي. الدوالي بتعمل حاجتين: تورم في الساقين او تقل في الرجلين. علاج الدوالي هنقوله في الحلقه الجايه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، ونلقاكم في حلقه قادمه.